انتهت بطولة افريقيا 2026 بعد نهائي حصل فيه كل حاجة مش متوقعة، من جول السنغال اللي اغلب الناس بتقول عليه انه هدف صحيح وما فيهوش حاجة لكن الحكم بيلغيه، وبعديها بفترة مش كبيرة بيحسب ضربة جزاء لمنتخب المغرب اللي الناس بتقول عليها انها فيها وعليها، لكن الحكم بيحسبها بعد الرجوع للفار عشان لعيبة السنغال تقرر الانسحاب والخروج من الملعب، عشان في اللحظة دي يطلع القائد اللي من غير شارة ويقول لهم ارجعوا الملعب وهنلعب زي الرجالة، وترجع لعيبة السنغال فعلا وضربة الجزاء تتنفذ، وتسديده غريبه من ابراهيم دياز يمسكها مندي بسهوله، والماتش بعدها بيدخل الوقت الاضافي، وفي الاشواط الاضافيه السنغال بيسجل هدف الفوز اللي بيخليهم يكسبوا البطوله بعد سيناريو ما يحصلش غير في الافلام، لكن فعلا اللي ما بيحصلش غير في الافلام هو اللي انا جاي احكيه لك النهارده. اول بطوله افريقيا اتعملت في التاريخ كانت سنه 1957 واللي شارك فيها 3 منتخبات بس، ومن هنا بدات كل حاجه حرفيا. بس قبل ما ابدا احكي بقى عن قصه البطوله من الاول، انزل دلوقتي اعمل لايك وسبسكرايب وتعالى احكي لك قصه بطوله الامم الافريقيه. اول نسخه من البطوله كان المفروض تكون من 4 فرق مش 3، مصر والسودان واثيوبيا وجنوب افريقيا، بس يقرر الاتحاد الافريقي يطرد منتخب جنوب افريقيا من البطوله، والسبب غريب جدا بصراحه، مش غريب عشان طردهم، غريب عشان الدوله ذات نفسها. جنوب افريقيا وقتها كانت بتخلي بس اللي يلعبوا في المنتخب اصحاب البشره البيضاء، وده كان سبب واقعي جدا ان يخليهم يطردوها من البطوله، والمفروض ان هي كانت هتلاعب اثيوبيا، فبكده اثيوبيا بتصعد على طول للنهائي، ومصر بتكسب السودان في نص النهائي، وبعديها في النهائي تكسب اثيوبيا برباعيه. في النسخه اللي بعديها اتكرر نفس النظام ونفس ال3 فرق، وبرده المنتخب المصري هو اللي كسبها، لكن النسخه الثالثه بقى كانت من 4 فرق، مصر وتونس واوغندا واثيوبيا، واثيوبيا كسبتها بعد ما كسبت مصر في النهائي، لكن النسخه الرابعه بقى اتلعبت ب6 فرق، ودي اول بطوله يتعمل فيها دور مجموعات، كل مجموعه كانت فيها 3 فرق، والبطوله دي اللي كسبها منتخب غانا بعد ما كسب السودان في النهائي. النسخه الخامسه كانت بنفس النظام بس مصر ما شاركتش فيها، وعشان غانا برضو تكسبها للمره الثانيه على التوالي بعد ما كسبت تونس في النهائي. النسخه السادسه بقى شارك فيها 8 فرق، وغانا صعدت للنهائي الثالث على التوالي بس تخسر من الكونغو. النسخه السابعه بقى اتلعبت في السودان، وقرروا ساعتها ان البطوله تتعمل كل سنتين، ونفس النظام برضو 8 فرق في البطوله، والبطوله دي اللي كسبها واخيرا السودان بعد ما كسبت غانا اللي خسرت النهائي تاني على التوالي. النسخه الثامنه والتاسعه كانوا نفس النظام، بس في النسخه العاشره بدا التغيير يحصل، ال4 فرق المتاهلين لنص النهائي هيلعبوا كانهم في دور مجموعات، كله هيلاعب بعضه، والاعلى نقط هو اللي هيكسب البطوله، واللي كسبها كان المنتخب المغربي، ودي كانت اخر مره يكسبها فيها لحد دلوقتي، لكن النظام ده فشل واتلغى في النسخه اللي بعديها على طول ورجع زي النسخه اللي قبل كده، والبطوله كملت نفس النظام ده في السنين اللي بعد كده. وفي سنه 82 اتغير اسم البطوله لبطوله كاس الابطال الافريقيه. سنه 86 بقى مصر ترجع تكسب البطوله من تاني في نهائي قدام الكاميرون بضربات الجزاء، وتكمل البطوله بنفس النظام من غير اي تغيير لحد بطوله 92 في السنغال. البطوله اتغيرت وبقوا 12 فرقه، كوت ديفوار كسب البطوله دي على حساب غانا، وسنه 94 كانت نفس النظام، بس في سنه 96 حصل للبطوله توسع والفرق زادت بقوا 16 منتخب. مصر ساعتها خرجت من ربع النهائي، وجنوب افريقيا هي اللي كسبت البطوله، و98 اتلعبت البطوله من غير اي تغيير، ومصر ساعتها كسبت البطوله بعد ما كسبت النهائي قدام جنوب افريقيا ب 2-0، وسنه 2000 الكاميرون اللي كسبتها، وبعديها على طول في 2002 بيحققها الكاميرون من تاني، وسنه 2004 تونس اللي كسبت البطوله على حساب المنتخب المغربي وهي اللي كانت المستضيفه، ومصر ساعتها خرجت من دور المجموعات، وسنه 2006 كانت على ارض مصر ومصر اللي كسبتها قدام كوت ديفوار بضربات الجزاء، وفي سنه 2008 مصر قدمت بطوله من احسن البطولات في تاريخها، ونكسب البطوله قدام الكاميرون في النهائي بهدف من الاسطوره الماجيكو محمد ابو تريكه عشان نحقق البطوله الثانيه على التوالي والسادسه في تاريخ مصر. وفي 2010 يتحقق الانجاز التاريخي للمعلم حسن شحاته ب3 بطولات على التوالي، هو المنتخب الوحيد اللي قدر يعمل كده، واللي غانا كانت ممكن تعملها في البطوله السادسه لولا الكونغو اللي كسبتهم في النهائي. ومن 2010 لحد دلوقتي دي اخر بطوله كسبها منتخب مصر 16 سنه تقريبا. وفي 2012 مصر ما صعدتش البطوله اصلا، وزامبيا اللي كسبت البطوله، وفي 2013 ما صعدناش برضه، ونيجيريا اللي كسبت البطوله، وفي 2015 البطوله كانت المفروض في المغرب لكن في فيروس انتشر وقتها، والبطوله اتلعبت في غينيا بدل المغرب، والبطوله دي اللي كسبها منتخب كوت ديفوار بضربات الجزاء. وفي 2017 مصر رجعت تصعد للبطوله من تاني، ومصر وصلت للنهائي وخسرت
خسرت قدام الكاميرون. وفي 2019 اتلعبت في مصر، ودي كانت اول بطوله يكون فيها 24 فريق و6 مجموعات، ومصر خرجت في ربع النهائي في البطوله دي واللي كسبها المنتخب الجزائري. وفي 2021 مصر تخسر البطوله في النهائي قصاد منتخب السنغال بضربات الجزاء اللي بتحققها لاول مره في تاريخها. وفي 2023 مصر تخرج من ربع النهائي قدام الكونغو الديمقراطيه، وكوت ديفوار تكسب البطوله على حساب نيجيريا ويحققوا البطوله الثالثه في تاريخهم. وفي 2025 بقى مصر تخرج من نص النهائي قدام ساديو ماني منتخب السنغال. مش محتاج اقول لك مين كسب البطوله لاني قلت لك في اول الفيديو. ومن وجهه نظري البطوله دي دايما ليها حماس مختلف غير اي بطوله. طبعا كلنا بندعي ان البطوله الجايه تحققها مصر عشان نجيب الثامنه المستعصيه. وبس هو ده كان فيديو النهارده. خرجنا شويه بره فيديوهات كاتالونيا وفيديوهات برشلونه. اتمنى يكون الفيديو عجبك، وعايزك تقول لي رايك للي حصل في نهائي السنغال والمغرب، وهل فعلا السنغال هي اللي اتظلمت ولا المغرب. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه.